Okay, the fourth grade we have to write a paragraph about the Nile. طبعا هو بيقول لك ان مديك حاجات استرشادية انت تسترشد بيها، لان انا عندي the Nile، فانا هقرأ كويس الحاجات اللي هو مديني. how long is the Nile، كاتب لي الامتداد بتاعه 6670 kilometers. why is it important، ليه هو مهم. home for different kinds of fish, birds and turtles. طيب زي ما قلنا انا عايز ابدا اول حاجه الجمله الافتتاحيه اللي انا هفتتح بيها الباراجراف بتاعي. ممكن اقول ان انا بعيش في مصر، بعيش في قريه بالقرب من النيل، واخدنا كلمه قريه يعني village، واخدنا كلمه عيش يعني live، فهقول I live in Egypt. واخدنا كلمه Egypt قبل كده. I live in a village near the Nile، وهعمل ان بتاعت نايل كابيتال، انا بعيش في قريه بالقرب من نهر النيل. بعد كده النهر النيل ده مهم ولا مش مهم؟ طيب هبدأ أقول حاجة بيقولي how long is the Nile، هقول the Nile is 6670 kilometers. The Nile is very important. نهر النيل مهم جدا، وخدت كلمة important وجايبها لي في السؤال. بعد كده عايزة أقول بقى هكتب كل الجملة بقى اللي هم مديهاني. It is home for different kinds of fish, birds and turtles. طيب ممكن أكلم تاني عن نهر النيل في إيه؟ إحنا بنشرب منه وبنسقي المحاصيل. We drink and uh, uh, water يعني يسقي أو يروي our plants from the Nile. إحنا بنسقي النباتات بتاعتنا وبنشرب من نهر النيل. هنقول إيه تاني من المعلومات اللي أنت خدتها عندي. The Nile has two branches. نهر النيل ليه فرعين. ممكن أقول إيه تاني؟ هقول واقول الطول بتاعه 6670 kilometers، وازود عليها اقول it's like، وهذا يشبه traveling to the center of the earth، بيوازي السفر لمركز الارض. بعد كده ممكن اقول ايه تاني؟ ممكن انتوا بقى تزود عليها جمل وتكتبها لي في الكومنتس عندك. انا اديتك مفاتيح تكتب بيها الباراجراف، بس انا عايزاك تبدع وتوريني الابداع اللي عندك، ومستنيه الكومنتس بتاعتكم تزودوا لي فيها الجمل اللي احنا قلناها. ممكن تزود عليها وتقول I like the Nile، لأن أنا بحب نهر النيل. ممكن تزود عليها تاني وتقول there is no Nile, there is no Egypt. مفيش نهر النيل، مفيش مصر. يعني مفيش مشكلة خالص لو انت استعنت بالجمل اللي هي عدت علينا في الدرس بتاعنا، والمعلومات اللي احنا جمعناها في الدرس. احنا جمعنا فيه طوله قد ايه، ليه كم فرع، وكل الحاجات دي مع بعض.